الهوليودية. هو شاب جزائري وجد نفسه متهما افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي بقتل طفل نهال ذات ال4 سنوات، حيث تلاعبت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصوره وتم ترويجها على نطاق واسع على أساس أنه هو قاتل الطفل نهال، رغم أنه لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالقضية. الشاب من عين مليلة اتصل بقناة النهار يروي مأساته بعد أن تحولت حياته إلى جحيم. التصريح رصده عمر عامري. واش راه نقول لك اخويا، قال لك موسى اخي المسلم مسامح كريم، واش ماذا به يقدم لي نفسه ولا دار الشيء هذا برك وخليه. نورمالمون مكتوبه مفرزه الدرك الوطني، ما كاتب اسمه رضا حداد، ربي يرحمها ونتمنوا الوالدين عظم الله اجرهم ويعطيهم ربي الصبر. هذا ما كان، ونتمنوا يلقاو الناس هذو اللي قتلوها ويطبقوا قانون الاعدام. جنازة المرحومة نهال التي اغتالتها أيادي الغدر. نقلنا لكم الأجواء في وصيف ونقلناها لكم أيضا في مدينة وهران في الموكب الجنائزي. يحضر معي والد الطفلة وتحضر معي أمها وأختها الصغيرة سيرين. إذا نهال الشعار اليوم، نهال رحلت نهال عن الوجود فبكت الجزائر. الشعب الجزائري كله هب ودب ووقف وقفة تضامنية كبيرة، وكله ندد وأدان ما حدث لنهال من قضايا وندد بقضايا الاختطاف والأفعال الشنيعة التي تطال الشعب الجزائري. التحقيقات لا تزال متواصلة من أجل التعرف على هوية الجاني، وأيضا الشعب خرج في مسيرات وطالب بإجراءات ردعية وطالب أيضا بالقصاص بالإعدام. كله كان ينادي ويهتف القصاص القصاص. الأجواء هنا في اليوم الثاني، نحن في المنزل العائلي للطفلة الفقيدة نهال رحمها الله. الأجواء هنا هادئة نوعا ما بعد انصراف الجماهير العريضة التي توافدت على الجنازة منذ صبيحة أمس وأول أمس. الجماهير كلها جاءت من كل حدب وصوب، من كل مختلف أو من مختلف ربوع الوطن العربي. جاءوا كلهم من أجل أن يواسوا ومن أجل أن يعزوا العائلة. إذا الأجواء كانت مهيبة جدا. نحن في اليوم الثاني من الجنازة، الأجواء هادئة سبحان الله، فإن الطمأنينة والصبر والسلوان قد نزل على عائلة الفقيدة، على والدها ووالدتها. دون إطالة سوف نربط المباشر الآن في التدخل مع مقران والد الطفلة نهال رحمها الله. سي مقران مرحبا بك. سي مقران، واش تقدر تقول لنا على الاجواء تاع الطمأنينة؟ نشوفوا باللي راكم صابرين، راكم راضيين بقضاء الله وقدره. واش تقدر تقول للشعب الجزائري انه هذه التصرفات الشنيعة وهذه الافعال، انه الشعب اللي استهجنها الشعب، هذه التصرفات كلها لم تكن لتجعلكم تستسلمون؟ تفضل. الحمد لله، نشكر الشعب على الوقفة تاعو، وما كاش اللي يقبل تصرفات كيما هذه. خاطر كيما صرات اليوم صرات لبنتي، غدوه تنجم تصرات بنته ولا لولدو، صافي على بها الا كاع يتضامنوا باش نوقفوا هذه الظاهره. هذه الظاهره الا توقف، كان ما نتحدوش كلش الظاهره هذه ما توقفش. سي مقران، جاءتكم جماهير عريضة، جاءكم المعزين من كل حدب وصوب. سي مقران، واش عطينا كلمة صغيرة؟ على بالي انت طلبت انك ما تطيلش في المباشر لانك ربما تحشم شوية. تفضل اعطينا كلمة صغيرة باش نتحولوا الأم. انا نشكرهم، نشكر كاع الشعب، نشكر الشعب ونشكر الدولة، كل اللي وقف معنا نشكرهم كاع. ساندونا وعطاونا الإيمان باش نصبروا. الحمد لله، يعطيكم الصحة. شكرا سي مقران، شكرا. ريح معنا برك سي مقران، نحب معاد خلاص. إذا لازال الأهل يتوافدون على الجنازة. سوف نتحول الآن في مداخلة مع أم نهال. مرحبا بك.
اذا كان ممكن يعني باختصار معليش باش ما نطولوش عليكم، اعطينا يعني كلمتكم اليوم في رحيل الفقيده نهال. واش تقدري تقولي لنا اليوم، وجهي كلمه للشعب الجزائري، للسلطات، للشعب اللي تضامن معك من 48 ولايه من كل ربوع الوطن؟ تفضلي. كلمتي اليوم انا كما قلت من الضربه الاولى، هي راهي ملاك من ملاك الجنه، راهي عايشه تعيش احسن من راهي عايشه عندي. هي شيء ان شاء الله هذا بطيخ، ان شاء الله هي تكون هذا الاب تاعي. الاب تاعها. معليش نبداو به ومن بعد نوليو. واش تبدا بيا واش تبدا الحياه؟ احكي لنا على التضامن تاع الشعب الجزائري معاكم ومع الطفله نهال. نشكر الشعب الجزائري كاملا كبيرا وصغيرا على الروح تضامني مع نهال، مع بنتنا. شكرا. حاجه نهال هي ورده من ورود الجنه. نعم تفضل. كما يقول لك الشعب الجزائري ما يهدرش على بلاده، ما يهدرش على بلاده، ها الصح تاعو بان. كما يقول لك الدم تاع الشهداء الوالا راه بدا ينوض، كان خامد بدا ينوض، هذه حاجه ديجا مليحه. الحمد لله. دوكا نهال هي السبه، راه دارت القلب الناس الجزائر كامل باه يتحرك. اي دروك ماشي يشوف حاجه يقول لك تخطي راسي، دوكا راهي لحقت راسو. فهمت؟ دروك اي واحد اللي عنده اولاد صغار هكذا راه مخلوع، يقول لك غدوه تجيني ثاني انايا ثاني. الحمد لله دروك راه الشعب ولا اوني. الحمد لله. هي السبه هي سبه ربانيه، السبه هي نهال مي ربانيه. ان شاء الله يتوحد كاع الشعب ان شاء الله. والخطره اخرى اي انسان يشوف حاجه كيما هكذاك يديكلاريها ان شاء الله. ماشي يسكت يقول لك انا معليش بعيده عليا، معليش تخطيني تجي ليه ثاني، يجي نهار اللي تاع عنده. فهمت؟ خاص انسان اللي يضرب النحو يشوف الحوايج بصعوبات كيما هكذا ويضرب النحو تجي ليه ثاني، يجي نهار اللي تجي ليه. شكرا شكرا. إذا أجواء جميلة هنا في المنزل العائلي، الصبر والسلوان والطمأنينة تطبع هذا عائلة نهال، الرضا بقضاء الله وقدره. أم نهال اليوم مطمئنة لأن نهال ربما كانت ستكون تأشيرة دخولها للجنة، دخول والدتها ووالدها للجنة. تفضلي اعطينا كلمة أخيرة باش ما نطولوش عليك، احنا نعرفوا الوضع نتاعكم. شنو نقول لك، ما ان شاء الله الحمد لله على كل شيء، هذا قضاء الله وقدره. مانيش ندمه كي روح توصل لبنتي كيما هاك ولا حاجة، هذا قضاء الله وقدره. المهم القصاص. انا الحاجه المليحه باه تخمد دنايا اللي المغصه اللي في قلبي وتخمد كاع يتين على الجزائريين، القصاص عليا وعلى اللي فاتوا. نعم. اذا ام نهال ايضا تطالب بالقصاص مثل كافه الجزائريين الذين وقفوا. موجوده من 62 ليومنا هذا. المشكل وين جاي؟ الاشكال جاي في التنفيذ تاع عقوبه الاعدام. انها الجزائر جمدت او وقفت تنفيذ عقوبه الاعدام من سنه 1993 ليومنا هذا، عندها 23 سنه ما نفذتش الجزائر عقوبه الاعدام اللي ينطقوا بها تقريبا نقول يوميا المحاكم الجزائريه. هذا على اسباب هذا على اسباب انها كان انذاك في 93 ظهر للسلطات المعنيه بالامر انها ضروره توقيف تطبيق عقوبه الاعدام. اليوم من الصعب باش ترجع عليها، من الصعب انها الجزائر كي تفوت وتمضي وتعطي الكلمه انزعها، من الصعب باش ترجع عليها، ولكن حاجه ممكنه، انها حاجه ممكنه. اولا تقدر ترجع مؤقتا على اتفاقيه جمدها الظاهره هذه تاع اختطاف وقتل الاطفال فقط. هذا مكان انها تقدر تلخصها الى هذه الحاله هذه فقط، الى هذه الجريمه هذه، وتبقى في نفس الوقت مجمدتها في جرائم اخرى. هذا راجع للسلطه التقديريه نتاع العداله او للسلطه التشريعيه.
هذا يلزم نفهموها مليح، انها هذا ما اختصاص السلطه التنفيذيه فريده وحدها.